مباراة قوية ومباراة مميزة مع بلجيكا، حقق فيها العديد من النقاط واكتسب العديد من الأمور، منها الثقة أيضا كابتن محمد. بداية يعني الصراحة بداية الواحد فخور بهذا هذا الفريق اللي قدم مباراة كبيرة بشخصية كبيرة. انت اتكلمت على امام عاشور نجم المباراة بالنسبة لي كابتن حسام حسن. حسام انا بحب الايقونات بتاع كرة القدم تنجح في اي مجال، لان حسام كان لعيب ايقوني، لعيب اسطورة. فالنهارده حسام قدم لنا مباراة كبيرة من الناحية التكتيكية. فاجئنا بهذا الاداء وبهذا الانضباط، ومش بس دفاعية، احنا سجلنا هدف وضيعنا العديد من الفرص. ومش بس الفرص، حتى التغييرات كان شجاعا وجريئا. فاعتقد ان المباراة بداية قوية في مجموعة. على الورق هذا المنتخب هو الاصعب بالنسبة له على الورق. المباراة القادمة ان شاء الله نبقى نكسبها وان شاء الله نضمن عملية الصعود. صلاح قدم 75 دقيقة كان محطة أساسية وعديد من التمريرات المميزة بالنسبة له. ربما العامل البدني الكابتن حسام فكر انه ينشط الجانب الهجومي. فالتغييرات النهارده تغييرات مميزة. اللعيبة النهارده بتوع نص الملعب مروان ومهند وحمدي فتحي ومحمد هاني رغم الهدف العكسي، وشوبير اللي عمل انقاذ مميز. فاعتقد ان احنا فخورين بهذا الاداء. البدايه قويه، البدايه تدي معنويات كويسه للولاد، ثقه. حمزه بدايه مميزه بالنسبه له، جريء. كان هناك عمل ضغط مهم بدون كوره، كان محطه اساسيه. مرموش عنده الافضل، انما كان محطه اساسيه بالنسبه للولاد. فبدايه قويه، والواحد فخور انه شاف منتخب مصر ند بند مع 9 و10 التصنيف الدولي. فبدايه قويه، عاوزين بقى المرحله ونطوي الصحه ونقدم شكل زي ما قدمناه في المباراه الاولى. فان شاء الله المكسب بالمباراه القادمه وتبقى 4 نقاط وتبقى ضمانه الصعود في عمليه الدور القادم بالنسبه لهذا الفريق. بدايه قويه، متشكرين يا كابتن حسام على هذا الاداء وهذا الشخصيه وهذا الانضباط التكتيكي المحترم امام فريق من اكبر فرق الموجوده على المستوى العالمي.